السلام الإخوة والأخوات متابعي قناة وصفات خديجة، مرحبا بكم من جديد مع اقتراح آخر اليوم إن شاء الله. بما أن هذا الوقت ديال الزيتون غادي نحضر معكم طريقة الزيتون مفرشخ. كناخدو الزيتون، أنا كيعجبني هذا الخضر هذا، هو كيعجبني بزاف. ملي لقيته خديت منه. عادة مرة أخرى كنت خديت اللي مخلط وشاركت معكم داك الزيتون المشقوق اللي كيكون احمر. هذا كله جبته بحال هكا في هذا اللون هذا اخضر. المهم كناخذوا الزيتون ديالنا كنعزلوه. الا فيه شي زيتون مضروب ولا شي حاجه ولا خاسر كنحيدوه وكنعزلوه غير الزيتون المزيان، وكنغسلوه بالماء مزيان. راني غسلته وعاودته دابا على قدام الكاميرا. كنجيب الماء ونغسل بحال هكا، ولكن ملي كنقطع راه كندير الروبينو وكنعاود نطلق عليه الماء وكنغسلو مزيان. المهم يتصل مزيان من التراب، وملي نغسلوه غادي نصفيوه من هذاك الماء، وغادي ناخذ واحد البلاستيكه. انا في الاول درت الزيتون درتو بين جوج بلاستيكات، وبديت نضربو بحال هكا بالدقاقه ديال المراز كنفرشخو، اولا تاخذوا واحد الحجره تكون مسطحه باش كتجيكم اسهل. انا ما عنديش، درت هاد الدقاقه ديال المراز. وبالنسبه للبلاستيكه من الاحسن تاخذوا بلاستيكه وتديروا وسط منها الزيتون، ما ديروش هاد الطريقه اللي درت انا، ما عجبتنيش. هذا غادي نعاود نبدلها من بعد. صافي كنستمروا بهذه الطريقه. كنفرشخوا الزيتون وكناخذ واحد القرعه يكون فيها الماء، ضروري يكون فيها الماء، وكنلوحو وسط الماء ما كنخليوش بلا ماء. وكنحاولوا نغطيو ايدينا ملي نكونوا كنصايبوا الزيتون لانه كيكرفص اليدين بزاف. انا ما غطيتش يديا، تكرفصوا ليا بزاف مع الزيتون، واخا ما صايبتش بزاف صايبتها شويه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الزيتون اللي عندي كلها. اللي هرستها كنديرها في الماء، ما كنخليش باش ما يكحالش. دائما كنكونوا موجدين واحد القرعه اللي غادي نخدموا بها، سواء ديال الزاج ولا ديال البلاستيك. انا درت هذه ديال الزاج اللي غادا نستعمل الاولى، وكملت بالبلاستيك. هذه هي اللي غادي نبقى نبدل ليها الماء، وفي الاخر غندير معها الملحه والحامض. بغيت ندير الزاج من الاول لان الحامض كما كتعرفوا كيتفاعل مع البلاستيك هو الملحه، فاختاريت من الاول ندير هذه ديال الزاج. وهذوك اللي درتهم بالبلاستيك حتى هما من بعد ملي غادي نبغي نبدل لهم الماء وندير لهم الملحه والحامض غادي نديرهم في قرعه ديال الزاج. كيف ما كتشوفوا بدلت البلاستيك، جاتني بحال هكا الطريقه اسهل، ما كيتلاحش عليا داك الماء ديال الزيتون. صافي بقيت مستمره حتى كملت كلشي وعمرت القرعه بالماء، وغادي نغطيها ونخليها لمده 24 ساعه. وغادي نبدا نبدل ليها الماء كل نهار يوميا لمدة 10 أيام. هذا غادي يكون النهار الأول فاش بدلت الماء. كنت صايبت هذاك الزيتون الآخر اللي كان باقي ليا، حيت ما صايبتوش كله في نهار واحد، وهذاك اللي كنت صايبت النهار الأول ها هو غادي نبدل ليه دابا الماء. غادي نبقى كل نهار نبدل ليه الماء. هذا درت ليه 10 أيام، لمدة 10 أيام بقات فيه واحد شوية هاد المرورة. صافي وخليته، درت ليه الملحة والحامض وداكشي. دابا انا بدلت ليه الماء وغادي نخليه حتى النهار الثاني، وغادي نعاود نبدل يعني يوميا. غادي نبدلوا الماء للزيتون اللي نكونوا غادي نستهلكوا. اما الاخر اللي كتشوفوا في القرع ديال البلاستيك هادوك غادي نخليهم حتى نكمل هذا. ملي نستهلكوا هذا عاد ناخذ قرعه اخرى ثاني نفس العمليه، نبقى نبدل ليها الماء حتى يحلى لي الزيتون. كيف ما كتشوفوا دابا هذا النهار الاخير اللي غادي نحضر فيه الزيتون ديالي. خويت داك الماء اللي كان فيه، هذا اليوم العاشر. نتوما على حسب، نتوما كتذوقوه، ملي كيعجبكم المذاق ديالو كيولي حلو زوين صافي كتحبسوا.
يعني كاين اللي يدير لي سيمانة، كاين اللي 10 أيام، كاين اللي كتار على حسب. صافي خديت نفس القرعة، درت فيها الزيتون ودرت شوية الفلفلة حارة على حسب الذوق، اللي بغا يديرها يديرها، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. ودرت دوائر الحامض، اللي بغا الزيتون يكون محمض مزيان كيعصر الحامض وكيزيدو حتى هو. ودرت واحد 2 معالق كبار ونص ديال الملحة، هادو جوج اللي غادا ندير دابا، ولكن زدت نص اخر بان ليا داك الماء شويه ناقص من الملوحه، وانا نزيد واحد نص معلقه ما تصوراتش. نتوما غادي ديروا نتوما الملحه على حساب الذوق ديالكم، اللي بغى الزيتون مالح يكثر الملحه، اللي ما كيبغيش الملوحه ما يكثرش. صافي دابا درت الملحه وعمرت القرعه بالماء صافي، وزدت واحد شويه ديال الزيت الزيتون باش يحبس ليا داك البرد ما يدخلش ليا الزيتون. وغادي نغطي القرعه وغادي نخليها واحد يومين 3 ايام 4 ايام على حسب، حتى تاخذ ليا داك المذاق ديال الحامض ويملح شويه، تدخل لي الملحه ونبدا نستهلك فيه. وغادي نخليكم حتى نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله.